بعض الأسرار تبقى مدفونة سنين، لكن كي تخرج تهدم كل شيء. حياتي كانت عادية مستقرة حتى الليلة اللي سمعت فيها بكاء أمي في الظلام. وقتها فقط عرفت أن حياتي كلها كانت كذبة. أنا ليلى، 30 سنة، كبرت في عائلة محافظة. كبرت على أساس أني محبوبة ومدللة في وسط عائلة سعيدة. كنت نعيش مع بابا اللي كان سندي في الحياة، وأمي اللي كنت نعتبرها مثالي الأعلى. ما كان عندي حتى شك أنه دارنا تخبي سر خطير، سر كان راح يهد كل شيء. بابا كان رجل حنون، دايما يحسسني بالحب والاهتمام. أما أمي فكانت مثالية، لكن أحيانا كنت نلقاها تبكي بلا سبة، تقعد ساكتة بالساعات وعينيها غارقين في التفكير. كنت نقول يمكن مجرد تعب، ويمكن حاجة قديمة تزعجها، لكن ما كنتش نتصور أنه السر كان يخصني أنا. ليلة الجمعة منتصف الليل كنت راقدة، حتى سمعت يما تبكي في الصالة بصوت خافت لكنه موجع. خرجت بالعقل، لقيتها قاعدة وحدها في الظلام، وجهها كان مرهق وكأنها تحمل جبال من الهموم. قلت لها يما وش بيك؟ خوفتيني. رفعت راسها بعيون محمرة وقالت لي ليلى، لازم تعرفي الحقيقة قبل ما نموت. شوفي، انتي راكي عايشة في كذبة. قلبي بدا يخبط بسرعة. كذبة؟ حقيقة؟ عن وش راكي تهضري؟ ريحت قدامها وقلت قولي لي يما وش كاين؟ أمي تنهدت بعمق، وكأنها راح تتخلص من حمل ثقيل شيلته سنين، وقالت لي باباك اللي رباك ما هوش باباك الحقيقي. على بالكم الأرض تحتي حسيتها تحركت، الدم في عروقي تجمد. قلت لها مستحيل، وش راكي تقصدي؟ هزت راسها وقالت أنا قبل ما نتزوج باباك كنت متزوجة براجل واحد آخر، وانتي بنته. كنت صغيرة كتزوجت، كنت فرحانة به، نحسب روحي حنعيش أجمل قصة حب، لكن الواقع كان عكس ذلك تماما. أول شهر زواج كان مليح، وبعدها كل شي تبدل. كان يعاملني بالضرب، بالإهانة، كان يمنعني حتى من الخروج. كنت نحلم نهرب، لكن كحملت بك قلت نصبر. قلت له قلبي يدق بقوة، وهو وين راهو درك؟ الدمعة نزلت من عينيها وقالت لي ما نعرفش. بعد اللي صار قطعت معه كل اتصال، هربت عند خويا، وباباك اللي رباك وقف معايا وتزوجني ورباك كيما بنته. بابا اللي نحبه، اللي عشت معه أجمل ذكريات، ما كانش بابا، وكاين راجل واحد آخر، راجل ما نعرفوش، راجل عنيف، راجل هو والدي الحقيقي. أيام وأنا ضايعة، الأسئلة تدور في راسي بلا توقف. هل ندور على والدي الحقيقي؟ هل نواجهه؟ هل نتقبل الواقع ونكمل حياتي؟ كنت ضايعة، كنت نحس روحي غريبة حتى على حياتي، حتى على عائلتي، حتى على نفسي. وفي لحظة ضعف قررت ندير حاجة ما كنتش نحلم نديرها، البحث عنه. بديت بالسؤال عند العائلة، لكن ما كان حتى واحد يعرف عنه حتى حاجة. بحثت في السجلات القديمة، حتى في الفيسبوك، حتى وصلت لاسمه، وأخيرا لقيته. لكن هل كان لازم نواجهه؟ هل كان يستحق؟ بعد أيام من التفكير قررت نترك الماضي مدفون. بابا الحقيقي ماشي اللي ولدني، بابا الحقيقي هو اللي حبني، اللي رباني، اللي كان حاضر في كل لحظة من حياتي.
أما الرجل اللي في الماضي مجرد شبح انتهى من زمان. اليوم كي نعاود نخمم في الماضي نفهم حاجة واحدة: بعض الأسرار لازم تبقى أسرار، وبعض الحقائق حتى لو كانت مؤلمة لازم نواجهوها باش نعيش بسلام. هذه قصتي، سر أمي اللي دمر حياتي لكن في نفس الوقت حررني.